أنا ماليش، ما عنديش غاية سياسية أو هدف سياسي للإساءة لأحد أو أشيد بوطني. هذا شأني مهما كانت الظروف، حتى ولو كان من أسوأ الأوطان. أنا من حقي أنني أشيد بوطني ما دمت لا أحرجك ولا أسيء لوطنك. هذه قناعاتي. ولكن صدقني أنا أطيب كثير مما يشاع في بعض المنابر. صدقني، وعندي أصدقاء كثر في كل مكان في الدنيا، لأني إعلامي ولأنه عندي 33 سنة في مجال المهنة. وبعدين مسؤوليتي الأخلاقية والمهنية تفرض علي أنني ممكن أحيانا، لأنه أنا إنسان. أن تدعم السنغال ضد المغرب العربي؟ أنت تحدث عن العروبة، والعروبة جزء من خطوطة الحمراء. شو دخل العروبة في الكرة؟ لا يا سيدي، هو المبدأ. لماذا نقسم ونجزئ المبدأ؟ لا، تكلم على العروبة كأصل وفصل، مش ككرة. لا، بكرة كرة القدم أنت تعرف أفضل من كرة القدم. اليوم تحرك الشعوب والحكومات والسياسة والاقتصاد، وهذا علم بلد، نشيد، فاهم التفاصيل. بالتالي هذا الموضوع ربما يمس الجار العربي. يقال رحم الله امرئ جب الغيبة عن نفسه، وكان ممكن تجاوز هذا الموضوع أو كتابة بوست واحد مثلا. أنا نرجعك لكأس العالم 2022. نعم، وحساباتي موجودة وممكن ترجع لها. أنا كتبت عن المغرب ما لا يكتبه غيري عن المغرب في كل مرة وفي كل مناسبة. اعتزيت وافتخرت وأثنيت وثمنت. بعدين المغاربة مش منتظرين حفيظ حتى يثمن، ولا أنت منتظر حتى نثمن، ولكن هذا واقع. تكلمت على كرة وعلى منتخب بغض النظر عن كل شيء. حتى ولو كان اللي فعله المنتخب المغربي كان فعله منتخب سنغالي قدمنا في أفريقيا، كنت نقول نفس الشيء. لو فعله منتخب عربي آخر، العراق أو أي بلد، كنا نعمل نفس الشيء. فما عنديش، ما ناخدش في عين الاعتبار أي خلاف بيني وبينك نعكسه على علاقتي مع العراق. أنت لا تمثل العراق. أوكي، مواطن عراقي، عندي مشكل معك يبقى مشكل معك كشخص أو كإعلامي، بس هذا ما ينعكس على البلد من خلالك أنا نسب بلد أو شعب. مستحيل، ليس في قاموسي. القراءات تختلف. إذا كانت قراءتك هي هكذا فأنا مش مشكلتي. أنا تحاسبني هل أسأت لك في منشوري، هل أسأت لك في تصريحي. حاسبني. صدقني أحيانا والله نسأل الأئمة، والله العظيم عندي أصدقاء أئمة في الدوحة وفي الجزائر، يرحم والديك، نقول له يا شيخ نورني، هل أنا مخطئ في